السلام عليكم. النهارده هنحل 2 بروبلمز مشهورين جدا في الباك تراكنج. اول واحده ان كوينز دي الاساسيه، والثانيه ان كوينز 2 دي تكمله على ان كوينز الاساسيه، بس هيكون فيها ابروتش مختلفه شويه. في ان كوينز بيقول لي The in queens puzzle is the problem of placing n queens on an n by n chessboard such that no two queens attack each other. Given an integer n, return all distinct solutions to the n queens puzzle. You may return the answer in n order. Each solution contains a distinct board configuration of the n queens placement where q and dot both indicate a queen and an empty space respectively. وجايب لي هنا اول example. هو في الاول هنا عايز ايه باختصار؟ في الشطرنج احنا عندنا الكوين او زي ما بنقول عليه في العربي الوزير، له اتجاهات يا يمين وشمال وفوق وتحت اللي هو يعني اتجاهات افقيه، يا اتجاهات diagonal اللي هي جايه بزاويه. فالاتجاهات دي لازم نخلي بالنا منها واحنا بنحط الكوين. محتاجين نشوف ايه الحلول اللي هنطلعها من البورد اللي هنكونها دي بحيث كل كوين مش متعارضه مع كوين تاني على البورد. يعني هنا مثلا الكوين دي مش متعارضه مع دي ولا دي ولا دي، لانها مش جايه على العمودي بتاعها ولا الافقي ولا اللي بزاويه. فهي دي الفكره كلها. نشوف ايه عدد البوردز الممكنه اللي ممكن نكونها لما يدينا ان السايز بتاع البورد ده مثلا وليكن ان ب4 هنا. هو الانبوت بتاعنا كل مره هيكون ان، هنحسب له عدد الحلول اليونيك اللي هتتكون. يعني هنا مثلا عند ان بتساوي 4 عندنا حلين، الحل ده والحل ده. عندنا البوزيشن بتاع الكوينز هيكون بكيو، والبوزيشن بتاع المربعات الفاضيه عادي ما فيهاش كوينز يعني هيكون بدوت. الفكره في الحل ان احنا هنمشي صف صف، وفي كل صف خانه ونجرب في كل خانه نحط كوين ونشوف هل الكوين دي متعارضه مع حاجه تانية ولا لا. لو ما لقيناش تعارض تمام هنحطها عادي، لقينا في تعارض لا نسكيب الاحتمال ده ونجرب احتمال بعده. طيب نفترض ان احنا جربنا كذا احتمال، جربنا مثلا الاحتمال ده والاحتمال ده ووصلنا عند هنا لقيناها نفع تمام. وصلنا عند اخر صف هنا جربنا نحط هنا الكوين ما نفعتش، طيب نجرب نحط هنا ما نفعتش، طب نجرب نحط هنا نفع، فكده تمام. طيب في اوقات لو جربنا فيها الاحتمالات بتاعت الصف كله هنلاقيها ما بتظبطش، فساعتها هنعمل ايه؟ نقوم راجعين صف لورا ونجرب احتمالات تانية. هي دي كل فكره الباك تراكنج، ان انا هفضل اجرب. لو لقيت فروع انا كل شويه بتفرع في الاحتمالات بتاعتي، كل شويه بتفرع في الاحتمالات بتاعتي. لو لقيت ان في تفرع معين الصف كله ما عادش فيه اي احتمالات ممكنه للبوزيشن بتاع الكوين اللي انا بحطها، ساعتها هرجع خطوه واجرب احتمالات تانية تخلي الاحتمالات بتاعت الفرع اللي بعده تكون ممكنه اكتر. يعني نفترض مثلا ان انا وصلت للصف ده لقيت مفيش حاجه تنفع هنا، وانا كنت حاطط الكوين في الاول هنا، فلا هقوم راجع خطوه لورا للصف ده يعني واجرب مثلا الكوين هنا ما نفعتش. نفترض مثلا انها نفعت هنا تمام، نقوم نازلين الصف ده ونجرب احتمالات الكوين اللي هتظبط معايا. هي الفكره كلها في الحل ايه؟ هو عايز نطلع له كل الحلول الممكنه. كل الحلول الممكنه معناها ان انا نفترض مثلا ان انا حطيت الكوين اول حاجه هنا تمام، لان في الاول البورد كلها فاضيه فمش هتفرق احط الكوين فين. نفترض ان نحط الكوين هنا، نقوم عاملين اوتوماتيك سكيب للصف ده لان ما ينفعش في نفس الصف. طيب نجرب الصف اللي بعده، هينفع نحط هنا؟ لا لان في كوين هنا. طيب هينفع نحط هنا؟ لا. طيب هينفع نحط هنا؟ لان دي مش هتتعارض مع دي تمام. نقوم سكيبين الصف ده. هينفع هنا؟ لا لان في هنا. هينفع هنا؟ لا لان في هنا كوين على الدايجونال. هينفع هنا؟ لا لان في على العمودي. ينفع هنا؟ لا لان في على الدايجونال. فبالتالي هنقوم راجعين خطوه لورا ونجرب احتمال تاني. هنجرب احتمال تاني زي ايه؟ نحط مثلا الكوين هنا عشان نفتكر احنا اول مره حطينا الكوين هنا بعدها الكوين هنا، جربنا كل الاحتمالات هنا ما نفعتش. طيب نرجع خطوه لورا، بدل ما نحط الكوين هنا نحط الكوين هنا ونجرب. هينفع كوين هنا؟ لا. هينفع كوين هنا؟ لان مفيش حاجه عامله تعارض. نسكيب الصف ده. طيب عشان نفضل فاكرين في كوين هنا وفي كوين هنا وفي كوين هنا، ده في الاحتمالات اللي في دماغنا لحد دلوقتي. هينفع كوين هنا؟ لا. هينفع كوين هنا؟ لا. هينفع كوين هنا؟ لا. هينفع كوين هنا؟ لا لان في تعامد هنا. فبالتالي هنرجع صف لورا نجرب باقي الاحتمالات هنا مش هتنفع، نرجع صف لورا تاني لقينا نفسنا في الاخر هنا خالص مفيش احتمالات باقيه، نرجع صف لورا ونجرب بدل ما نحط الكوين هنا نحط الكوين هنا ونبدا من اول وجديد. هي دي كل فكره الباك تراك. كل ما الاقي نفسي خبطت في حيطه سد مفيش اي احتمالات تنفع، ساعتها ارجع لورا. رجعت لورا وما لقيتش في احتمالات تانية تنفع، ارجع لورا تاني وهكذا افضل اكرر العمليه دي. طيب انا في كل مره هطلع حل. انا مثلا في المره دي لما حطيت الكوين هنا وكملت على هذا الاساس طلعت حل. طب ما تجرب تحط الكوين هنا وبعدها تكمل باقي الحل وهكذا. هي دي فكره ان انا اطلع حلول يونيك. انا مش
عايز اطلع حل واحد، عايز اطلع كل الحلول الممكنه. فكل الحلول الممكنه اول حل منهم هيكون بدايته ان انا احط الكوين هنا، وتاني حل هيكون ان انا احط الكوين هنا واكمل على هذا الاساس. هي دي فكره البروبلم بتاعت ان كوين. نجرب كده نشوف الحل برضو ككود. احنا عاملين في الاول ريزلت دي اري عاديه، لان هو عايز الريتيرن بتاعه اري. هي هتبقى اري اوف اريز اوف سترينجز، لان الاري الكبيره دي كل الحلول، كل اري جواها هيبقى حل يونيك، وكل اري جوه الريزلت دي هيبقى عباره عن سترينجز. كل سترينج هيبقى بصف من البورد اللي احنا بنكونه، تمام؟ لان اي بورد هي بتبقى 2 دي، فهنفترض مثلا ان كل صف هو سترينج ومجمعهم كسترينجز ورا بعض جوه اري، فده كده بورد كامل او كحل كامل. فهنقول ان الريزلت باري فاضيه، وكوينز دي هتبقى الاري اللي هنجرب عليها كل مره نحط الكوينز بتاعنا، تبقى عباره عن اري اوف ان دوت فيل، هنملاها على الفاضي دوت ماب. الماب دي هتلف لي على كل اليمنت، اخلي الاليمنت ده عباره عن array of n dot fill dots. احنا هنفل في كل مره دوتس، لان الدوتس دي معناها مربع فاضي، فاحنا عايزين نفترض في الاول ان كل المربعات فاضيه. بعد كده هنعرف 3 سيتس، واحد اسمه كولز ده الاعمده، ودايجونال واحد او دايج واحد. دايج واحد ده هيبقى انا كده مش بدور على افقي ولا عمودي، الافقي كده كده امره مفروغ منه، لاني انا بدور كل مره كل صف عمود، فكده كده مش هدور في الصف نفسه. طيب في العمودي انا كده حاططها في الكولز. طيب احنا قلنا في برضو لازم الكوينز ما يكونش في تعارض في الزاويه اللي هي جايه زي الاكس كده، يعني مثلا الكوين دي ما يكونش في تعارض كده ولا كده. فدايج واحد دي مثلا هيكون لو هنمثلها على كوين دي هيبقى الزاويه كده جايب زاويه 45 درجه كده المربعات دي كلها. طيب دايج 2 نفس الكلام بس في الناحيه الثانيه، بدل ما هي رايحه شمال هتبقى رايحه يمين، تمام؟ فدايج واحد هيبقى في الاتجاه اللي رايح كده، ودايج 2 اتجاه رايح كده. وهنعرف في الاول هنا بعد ما عرفنا كل الحاجات دي كلها الباك تراكنج فانكشن بتاعتي هبصلها الرو، كل مره هبصلها رو مختلفه. والبيس كيس بتاعتي اهم حاجه، لان ما دام انا بعمل ريكيرجن فلازم في بيس كيس. البيس كيس دي اللي هتخليني اوقف الاكسكيوشن. انا هوقف الاكسكيوشن امتى؟ في الفرع بتاع الريكيرجن اللي انا بشغل عليه، لو الرو سوت الان، لان ما دام الرو سوت الان دي اللي هي الدايمنشن بتاع البورد، لو الرو عندي وصل للان ده معناها ان انا جربت كل الروز. ما دام جربت كل الروز يبقى انا كده خلاص مشيت في كل احتمالات الفرع اللي انا فيه دلوقتي، مليت البورد كلها. فما دام مليت البورد اعمل له بوش للريزلت. بس هعمل له بوش ازاي؟ الكوينز عندي هنا هي عباره عن array of n dot fill dot map، وكل element فيها array dot fill of الدوتس. هي كده مش كسترينجز، هي كده كarray of characters. لا انا عايزه ابوشها كarray of strings. فانا هقوم عامل queens dot map، هلف على كل element فيها، كل element فيها هو array، هعمل لكل واحد فيهم array dot join single quotes، هيخلي كل element جواها او كل array جواها معمول لها join بحيث يبقى string. واعمل ريتيرن فاضي. ريتيرن فاضي دي معناها ان نوقف الريكيرجن ما دام الرو وصلت للان. بعد كده هنلوب على الكولومز من الزيرو لغايه الان عادي جدا. هنا بقى دي ممكن تلخبط شويه. الفكره عندي من كولز ودايج واحد ودايج 2 ان انا هسجل حاجه شبه الكي، سجل حاجه شبه الكي، قيمه معينه هتقول لي هل في كوين في الرأسي، في الاتجاه الرأسي، ولا الاتجاه اللي بزاويه شمال كده، ولا الاتجاه اللي بزاويه يمين كده. هحسب في كل مره قيمه، القيمه دي لما اعملها جوه الست لو اتكررت فيما بعد ساعتها هعرف ان في تكرار حصل. ازاي؟ نفترض مثلا كول هنا، الكول ده هي قيمه جوه الرو، قيمه الكولوم اللي انا عنده، انا ببقى ماشي في الرو من الشمال لليمين، فالكول دي هتبقى وليكن مثلا هنا. طيب لو انا جيت على الصف ده مش قيمه الكول هنا نفس الكول هنا؟ طيب لو انا مثلا كنت عامل بوش لقيمه الكول هنا للست وجيت على الصف ده لقيتها متكرره تاني في الست، ده معناها ان في كوين قبلها، فمعناها ان انا كده خلاص شيل ايدي مش هحط هنا اي كوينز. هي دي الفكره. هعرف ازاي ان في كوين في الكولوم اللي انا شغال عليه ده بكولز دوت هاز، والكول اللي انا ببصيه ده كده هعرف ان في كوين في الكولوم اللي انا عنده حاليا. طيب دايج واحد اللي هو الزاويه اللي جايه بالشمال ناحيه الشمال كده، هقول فيها رو ناقص كول. انا في كل مره بقول دوت هاز، دوت هاز يعني موجوده فيها بالفعل، لان انا فيما بعد هعمل مره دوت اد ومره دوت ديليت، وهنعرف ليه دلوقتي. بس احنا في كل مره اساسي ان احنا هنعمل لها دوت اد، فهتبقى موجوده في الست. فلو عرفنا انها موجوده فده معناه ان في كوين على الاتجاه اللي انا ماشي ده، سواء في الكولز يعني في الاتجاه العمودي، او في الدايج واحد يعني في الاتجاه اللي بزاويه ناحيه الشمال، او دايج 2 الزاويه اللي رايحه ناحيه اليمين. في دايج واحد هنحط له رو ناقص الكولوم. الرو ناقص الكولوم هنا فكرتها ايه؟ لو قلنا مثلا الرو هنا بزيرو والكولوم بزيرو، فزيرو ناقص زيرو بزيرو. طيب هنا الرو
بواحد والكولوم بواحد، فواحد ناقص واحد بزيرو برضه. طب هنا رو باتنين والكولوم باتنين، الرو ناقص الكولوم يعني 2 ناقص 2 بزيرو. طب يعني كده الزيرو لو موجوده في ضايج واحد معناها ان انا على الاتجاه ده. طب لو احنا مثلا جبنا الرو والكولوم هنا طرحناهم من بعض والرو والكولوم هنا طرحناهم من بعض، هنلاقي برضو قيمتهم نفس بعض. فالرو ناقص الكولوم قيمتها معناها ان لو لقيت نفس القيمه معناها حاجه من اتنين، يا انت في نفس المربع يا في نفس الاتجاه ده اللي هو جاي بالشمال ناحيه بالشمال لفوق كده. فما دام في اي كوين هنا، ما دام الدوت هاز دي رجعت لي ترو، ده معناها ان في كوين على نفس الخط ده اللي على الشمال لفوق. طيب في ضايج 2 نفس الكلام، لو جبت مثلا الرو هنا بزيرو والكولوم بتلاتة، 0 زائد 3 بتلاتة. طب هنا الرو بواحد والكولوم باتنين، 1 زائد 2 بتلاتة. هنا الرو باتنين والكولوم بواحد، 2 زائد 1 بتلاتة، وهكذا. كل حسبه من دول وكانها يونيك اي دي او كي يعرفني في كوين على نفس الاتجاه اللي انا ماشي عليه ده ولا لا. لو انا لقيت اي حاجه من دول الدوت هاز بتاعتها رجعت لي ترو، اعمل كونتينيو. اعمل كونتينيو ليه؟ هعمل كونتينيو لان انا مش هشتغل على الفرع ده ما دام لقيت اي حاجه فيهم بترو، فده معناه ان البليسمنت بتاعت الكوين هنا هتبقى انفاليد لانها هتكون اندر اتاك باي انذر كوين. تمام. طب لو ما لقيناش اي حاجه من دول رجعت بترو، ساعتها البليسمنت بتاعت الكوين هنا فاليد. فما دام هي فاليد خلاص هنقول كوينز اوف الرو اللي احنا عنده والكولوم اللي احنا عنده برضو هتساوي كيو. كده انا عملت بليسمنت لكوين، وهقول بعدها الكولومز دوت اد الكولوم اللي هي الفاليو دي، دايج واحد دوت اد رو ماينس الكولوم، ودايج 2 دوت اد رو بلس الكولوم. كده احنا بنقول له حاجتين، احنا عملنا بليسمنت للكوين عند الرو والكولوم ده، وهنضيف قيمه الكول والرو ناقص الكول والرو زائد الكول، هنضيفهم في الكولز والدايج واحد والدايج 2 بحيث فيما بعد ما يكونش في اي كوين تانية متعارضه معاه. هي دي الفكره. وبعد كده بقى تيجي حته الباك تراك. يجي الاول حته الريكيرجن اللي هو نجرب احتمال تاني اللي هو يكون رو بلس الواحد. ما هو مش هفضل شغال على نفس الرو، لازم انقل على الرو فيما بعد. انقل على الرو تاني ازاي؟ هيبقى رو بلس واحد. دي بقى حته الباك تراك. الفرع التاني اللي هجربه، انا جربت اعمل هنا بليسمنت للكوين. طيب اجرب فرع تاني ما اعملش فيه بليسمنت ازاي؟ الغي بقى دول، هقول كوينز اوف الرو والكولوم بدل ما كانت بكيو هتبقى بدوت تاني، واعمل ديليت للي عملت له بس كده. وهيبقى بدايه الريكيرجن بتاعتي من اول رو خالص اللي هو زيرو، وهنرجع في الاخر الريزلت. نجرب كده نعمل سبميت. ران تايم هنا 9 ملي سكند، حتى الزيرو ملي سكند هنا يعتبر هو حرفيا نفس الحل، ما فيش اي اختلاف قد كده، بس بتبقى شويه حاجات كده من الموقع نفسه. طيب احنا كده حلينا ان كوينز. نجرب نشوف ان كوينز 2. ان كوينز 2 هو عايز يعتبر نفس المطلوب، بس مش عايز نرجع له كل الحلول اليونيك، لا هو عايز نرجع له عدد الديستينكت سوليوشنز، عايز نرجع له العدد مش الحلول نفسها. يعني عند ان 4 كانت هنا بالاري دي، لا هنرجعها له في ان كوينز 2 هنرجعها له ب2. فهو هنا عايز العدد مش عايز الحل نفسه. نحل البروبلم المره دي ازاي؟ بدل ما المره اللي فاتت كنا معرفين ريزلت باري فاضيه، هنعرفها هنا ككاونتر بس بزيرو، بدايته بزيرو. وكنا معرفين قبل كده كوينز مش هنعرفها هنا لان احنا مش هنعمل بليسمنت، احنا بس هنكون محتاجين كولومز ودايج واحد ودايج 2 كل مره بنفس السايز بتاع الان ودوت فيل اوف فولس. هنعرف هنا الريزلت تساوي زيرو، سولف برضو بتساوي الرو ده اللي هنبصيه كل مره، ولو الرو ايكوال الان هنعمل ريتيرن واحد، لان لو انا وصلت للان فده معناه ان انا عملت سوليوشن فاليد فزود الريزلت. حتى انا عامل هنا ريزلت بلس ايكوال سولف اوف الرو بلس ال1. الناتج بتاع الفانكشن دي ناتج الريتيرن بتاعها لو بواحد هيتضاف على الريزلت. وبرده نفس الفور لوب هنا، وعامل اف كونديشن اف كولز اوف الكول ودايج واحد اوف الرو ماينس الكول ودايج 2 اوف الرو بلس الكول. نفس اللوجيك بالظبط، بس ممكن هنا بدل ما كنت معرف المره اللي فاتت سيت كنت معرف هنا الريز. بدل ما هعمل بقى اد والحاجات دي، لا هقول ان الثلاث قيم دول مره هتبقى بترو، وبعد كده اعمل حته الريكيرجن بتاعتي، وبعد كده عشان اعمل تفرع تاني او ملاغيهم بدل ما يكونوا بترو هيكونوا بفولس. وكده اكون عملت حته الباك تراكنج بتاعتي، وارجع في الاخر الريزلت. وفي الاخر خالص بره السولف دي هقوم عامل ريتيرن للسولف اوف الزيرو، لان السولف اوف الزيرو هترجع لي الريزلت اللي انا عايز احسبها اللي هو هيكون الكاونتر اللي احنا بنحسبه. نجرب كده نعمل سبميت. ران تايم اهو 6 ملي ثانيه، حتى اسرع حاجه. حل غريب شويه بس يعتبر حلنا مفهوم اكتر شويه ان شاء الله. وبس كده، اتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا.